المهم بقى ناكل حته لحمه عامله ازاي في العيش. احلى حته تتاكل ايه؟ العجل بيبقى واقف انا هتلخبط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اشهى اللحوم ما التصق بعض. ممكن يكون ده يرجع للتغذيه. الدهون داخل العضله نفسها. المفروض الكبد ما تخش الفريزر في الاول على فكره. المهم بقى ناكل حته لحمه عامله ازاي في العيش. احلى حته تتاكل ايه؟ كان استاذنا الدكتور علاء المرشدي كان يقول كل لما ترجع ورا بس احسن. العجل بيبقى واقف انا هتلخبط. لا راس العجل كده ده قدام اهو. يبقى انا عندي بيت الكلاوي، عندي عرج الفليتو، عندي وش الفخده، عندي الموز، دي كلها قطعيات في خلف الحيوان. طب نرسم من الكلام الطب البيطري. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اشهى اللحوم ما التصق بعض. اشهى حته لحمه تاكلها هي لحم الضاني، اخف لحمه تاكلها لحم الماعز. طب انا لو جبت مثلا برضه الضحيه بتاعته لقيت لحمتها مش حلوه، ممكن يكون ده يرجع للتغذيه لا انت دي. باشا انت كده فتحت الموضوع. اولا التغذيه ديت هي عامل اساسي في تشكيل اللحم اللي عندك. اشهى لحم تاكلها هي اللحم اللي بيسموها ماربلنج ابيرنس، اللي بتخلي الدهون متخلخله داخل العضله. ترجع في التغذيه او سلاله العجل. يعني في عجول عندها القدره ان سلالتها بتحول الدهون داخل العضله نفسها مش بره العضله. ده بتخلي اللحم مستساغ اكتر وطعمه احسن. التغذيه انا عندي مثلا لما بتحط كسب الكتان على العلف اخر شهرين بيحول لي الدهن ده اللي هو بره العضله بيدخله جوه العضله، اخد الشكل الرخامي. كلمه باربنج ديت اللحمه نفسها، شفت شكل الرخام اللي هو لون غامق في ابيض، الطبقات دي بس الدهن مش بره، ده داخل العضله نفسها. دي على فكره اغلى لحم، حتى في سلاله يابانيه اسمها الواجيو هي الدهن بتاعها متخلخل جوه العضله، تنفع في الشوي والكلام من ده والطبخ، هي اغلى لحوم. اما كلحم بقى وطعم ده انت الضحيه بتاعتك هتذبحها ازاي؟ انا بس حضرتك هتذبح ضحيتك ازاي؟ انت ذبحت اهو، هتعمل ايه بعد الذبح؟ بعد ما ذبحت هعمل ايه؟ هسلخها يعني واكلها؟ سلخت، بعد ما سلخت رد عليا عشان برضه اسيبها تبرد. انت بتعمل كده يعني بسيبها تبرد؟ لا يا فندم. بص يا باشا احنا معظم المضحين ياخدون قيمه اللحوم اللي عندهم نتيجه الذبح والتخزين. انا رايح اذبح ضحيتي، المفروض ضحيتي دي تكون صايمه قبلها ب 12 ساعه، ما تاكلش. الصوم هيقلل لي حاجه اسمها البكتيريا كاونت عندي. لما البكتيريا كاونت العدد البكتيري يقل، اللحمه تحفظ عندي في الثلاجه من 6 شهور لسنه. شايف متخيل المده؟ طيب بعد عشان صايمه. صوم متقطع ده هو الفرق قبل الذبح ل 12 ساعه تقريبا يعني. طيب ذبحت، اهم حاجه في قعده الذبح ان انت تفرغ الاحشاء الداخليه بسرعه اللي هو الكرش والامعاء وده كله. ليه؟ ان انت مجرد بالذبح كده بس ما قطعت الجهاز المناعي، كسرته. الجهاز المناعي ده يعمل معناه ايه؟ ان انا عندي الكرش والحاجات دي فيها بكتيريا نافعه بس البكتيريا هتبدا تهاجم الايه؟ الجسم. ما تذبحش على التراب. المفروض اللحوم يعني ده بيفرق في الطعم. انا جبتها لك من تحت خالص، انا مسكتها لك بقى من الاول. طب والعجل بقى لو اتذبح وهو واقف؟ عمليه الادماء ديت، الذبح ده بيخلي العجل يفقد الدم. طب هو الدم ده عندي مشكله. احلى مدي للبكتيريا الدم واللبن. طب انا لما يكون عندي دم في اللحم اعرفه؟ اعرف. انا المفروض اللحمه لما اقطعها واحطها على ورق ما تعلمش في الورق، علمت وفي دم معناه ان العجل ده انذبح هو مريض. يعني يا باشا اللحمه علمت في الورق ورق اللحمه اللي هو بني، الورق البني بتاعها، او في يا باشا لو على خشب او على كيس المفروض ما يكونش فيه دم. عشان تحصل عمليه ادماء كامله ان هو الجزار او الاخ المضحي بيذبح العجل، سيبه لما يعمل عمليه الترجم اللي هي الترفيز ديت. الترفيز ده معناه بيفرغ الدم كله. لو عجل صحي القلب لسه شغال بيضخ بيفرغ في الدم في المنطقه اللي فتحت دي، هتحصل ادماء كامل. هتلاقي اللحمه ما فيهاش دم، اللحمه ما فيهاش دم ما فيهاش بكتيريا، ما يحصلهاش تعفن بسرعه، ريحتها مش تبقى وحشه. يعني لو اللحمه فيها دم دي مشكله؟ يا باشا مشكله طبعا. انت اولا حرام انك تاكل دم عامه يعني. انت محرم عليك الدم، ازاي اكله في اللحمه دي تبقى ناشفه ازاي؟ ان هو اللي حصل عمليه ادماء كامله. لو الاخ الجزار بيذبح ما ذبحش العروق كلها هيبقى كده ما يحصلش ادماء كامل، هيبقى في دم في العضلات. طيب ان ذبح العجل ومذبوح صح وحصل ادماء كامل، انقسم نصين، اسيبه بقى لما يشمع. كلمه يشمع ديت اللي بيسميها الروج مورتس بتاعت الحيوان. هيشمع البي اتش بتاعت العضله بتقل، يقوم تعمل لي قتل للبكتيريا الموجوده. عشان يحصل كده لازم العضله تبقى شغاله كده. دي مش هتبقى موجوده الا في العجل السليم صحيا. العجل المذبوح تعبان ده اصلا ما فيش نفس، لو القلب اصلا هو عايش مش كان بيدي لما ينذبح هيدي ايه؟ كان هو عايش اصلا ما كانش ما هو كان تعبان مريض. يبقى انا في الوقت ده ذبحته، العضله عندي شمعت، اللحمه شكلها حلو مشمعه، خلاص اللحمه اتشمعت. لما اجي اقطعها لو عرفت اقطعها قطعيات على شكل العضله افضل ان هي تكمل معايا برضو. ما عرفتش ومقطع قطعه كبيره مثلا، اعمل حاجه اسمها عمليه تبريد. ايه هو التبريد ده؟ ان انا ما اخليش اللحمه كلها تتراكم على بعضيها. ما احطهاش في اكياس هتحطها في اكياس هتريح. لا افرد اللحمه الاول. الحاجه لو ريحتها اختلفت كريحه كده بس كده باظت، فهمتني؟ يعني لازم اسيبها تبرد على الاخر. اللحمه هتكون شمعت، افرشها على ورق اللحمه او على خشب او على اي حاجه، المروحه شغاله، تكييف شغال، تبرد اللحمه بردت كويسه، ادخلها الثلاجه او ادخلها الفريزر. بعد كده دخلتها الفريزر ما يخليش الاكياس تتراكم على بعضيها عشان التبريد يوصل لكل مكان. السنه برضو ان انت تاكل كبد الاضحيه بدري، ده طبعا ميزه ان الكبد كله دم. يبقى انت فعلا الكبد من اسرع الحاجات اللي المفروض اكلها في الذبيحه، مش استنى اسيبها كده
كده وانساها وتعفن واقول ايه ده انا سايبها داخل حتى لو اليوم. في الفريزر يعني. المفروض الكبده ما تخشش الفريزر في الاول على فكره. الكبده المفروض لما انت تطلعها تدخلها في التبريد، لازم اللحمه تبرد. كل ما تكسب وقت في الذبح احسن. طيب انا عايز اعمل مشروع انتاج حيواني، ابدا من كام؟ هل الاستثمار في الانتاج الحيواني في الفتره دي انت بتحبذه وشايفه حاجه مربحه ولا هو خطر؟ انا منين دي بقره ولا جاموسه؟